بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. حط لايك للفيديو، يلا شوف قصتنا ايه. وبعدين يا مرزوق يا اخويا، البت داخله على 27 سنة ومحدش اتقدم لها، وانت عارف ان احنا ما عندناش غيرها هي واخوها اللي اصغر منها اتجوز من سنة. انا خايفة البت دي تفضل طول عمرها كده واحنا نفضل شايلين همها. وانت عايزاني اعمل ايه يا صباح؟ امسك ميكروفون وامشي اقول عريس لبنتي يا ولاد الحلال اصلها دخلت في السن شويه؟ يا بنتي انت بتتكلمي ازاي؟ والله بقى انا كل اللي اعرفه ان البت ما ينفعش تفضل اكتر من كده. اتصرف يا مرزوق اتصرف. اسكتي بقى يا صباح وبطلي كلامك اللي انت ما انتش عارفه هو معناه ايه اساسه ده. ما تقوليش الكلام ده قدام البنت عشان نفسيتها ما تتاثرش. انا رايح دلوقتي عشان اصلي العشاء وهدعي لها ربنا يصلح لها حالها. فعلا راح مرزوق يصلي العشاء، كان ابنه مجدي معاه، وبعد الصلاة كان واقف معاهم الحاج صلاح. وساعتها لاحظ ان مرزوق زعلان ومهموم. وقتها قال له: ايه يا راجل يا طيب، مالك؟ شايفك كده زعلان ومهموم ومش مركز معانا خالص، هو في حاجة؟ ما تشغلش بالك يا عم صلاح، ابويا كويس. عمك صلاح مش غريب يا مجدي. والله يا صلاح انا مش عارف اقول لك يا اخويا، البت بنتي مش بيجيلها حد خالص. انا مش شايف عنها ان هي وحشة، بس يعني مش عارف في ايه، في حاجة غلط. يا اخويا يعني ما تاخذنيش في الكلام، انت قافل على البت قوي، ما بتخليهاش تخرج خالص، حتى السوق مش بتروحه، وبتخلي امها هي اللي بتشتري كل حاجه. البت ما فيش حد بيشوفها اصلا، دي بنتك دي تتقل بالذهب. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم صلاح؟ عايزنا يعني نخرجها وندخلها واحنا عندنا الكلام ده؟ يا ابني يا حبيبي لازم البنت من دول تخرج وتشوف الناس والناس تشوفها. وانا متاكد انك لو خليت بنتك على الاقل تروح السوق الناس هتشوفها وتعرفها، دي زي العسل. والله كفايه ادبها واخلاقها واحترامها. الله يكبر بخاطرك يا صلاح يا اخويا. خلاص انا هعمل زي انت ما بتقول كده، وخلي البنت بقى تبقى تخرج تجيب العيش وتجيب الفطار وتروح السوق مع امها، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وفي محل البيع مستلزمات الدهانات كان قاعد الحاج ممدوح الملقب بأبو منة. وساعتها دخل عليه الحاج صلاح وقال له: ازيك يا استاذ ممدوح؟ ازيك يا راجل يا طيب؟ عملت لي ايه في درجة اللون اللي طلبها خطيبة الواد ابني؟ ايه الدرجة الغريبة دي يا اخويا؟ هنعمل ايه بس يا حاج صلاح، ما هي الالوان الغريبة دي هي اللي ماشية اليومين دول، ربنا يصلح لها الحال. قال له: قول لي يعني يا ممدوح يا ابني، هو انت ليه من ساعة لما الست حنان الله يرحمها ما ماتت ما اتجوزتش؟ مع ان يعني عندك 4 بنات في البيت محتاجين اللي يراعيهم. والله انا فكرت، بس كل لما اروح لواحدة تتخض من موضوع ان انا عندي 4 بنات، مع انهم يعني مش كبار. دي منى الكبيرة في سنة 5، ما انت عارف حنان الله يرحمها جابتهم ال4 ورا بعض. منى في سنة 5 ولميس في سنة 3 ومها في سنة تانية ولمياء في أولى، جابتهم ورا بعض كده. ربنا يخلي. بس أنا عاوز أقولك على حاجة، أنت ظروفك يعني ما شاء الله مش وحشة، أنت تاجر وعندك المحل بتاعك، وأظن البيت بتاعك كده برضو ولا إيه؟ يا راجل يا طيب المحل ده يا دوبك بيغطي مصاريف ومصاريفنا، حتى البيت دورين مش أكتر من كده. يعني أنا مش معايا اللي مش مع حد، لكن الحمد لله مستورة وبناكل كويس وبنشرب كويس وبنلبس كويس. طيب الحمد لله. طب ايه رايك، كان عندي عروسه ليك واعتقد ان هي هتبقى مناسبه قوي. قول لي انت عندك كام سنه؟ يعني انا ماشي في ال42 اهو. بس بتسال ليه؟ تغيرت النشاط ولا ايه؟ شكلك بقيت بتشتغل خطبه اليومين دولت يا راجل يا طيب. لا لا لا، غيرت النشاط ايه؟ انا اعرف واحد حبيبي قوي عنده بنت انما ممتازه من كل شيء، هي عندها حوالي 28 سنه. بنت يا عم صلاح؟ انت قصدك ان هي ما دخلتش دنيا؟ اه ما دخلتش دنيا. يا بختك يا عم. وهي اللي ما دخلتش دنيا دي هتوافق بيا تاخد راجل ب4 بنات؟ لا ده صعب قوي، وهتفضل تتنك عليا وحوار. لا يا عم خليني في خالصه، اذا كان الارمله والمطلقه ما قبلوش هتقبل بيا بنت البنوت؟ طيب بقول لك ايه، سيبنا انا كده بس يومين اقابل ابوها واتكلم معاه واخليه يسال عليك كويس، واحنا مش هنخليك تظهر في الصوره، انا هكلمه، ولو رفضوا يبقى الموضوع من بره وانت ما ظهرتش خالص، ولو وافقوا يبقى خلاص. طيب اللي انت شايفه يا عم صلاح، بس زي ما قلت لك اعتقد ان الموضوع ده مش هيكمل على خير وهي مش هتوافق. تاني يوم في بيت الحاج مرزوق كان الباب بيخبط. راحت هنية علشان تفتح ولقت قدامها الحاج صلاح. ساعتها قالت بترحاب: اهلا اهلا يا عم صلاح، البيت نور، انست وشرفت. ازيك يا هنية، عامله ايه؟ والله انت اسم على مسمى، وان شاء الله هتعيشي عيشه هنيه ومرتاحه. الله يكبر بخاطرك يا عم صلاح، تعالى اتفضل، ابويا جوه. طيب انا هقعد هنا وانت يا قمر خشي اندهيه.
فعلا دخلت هنية بعد ما استأذنت طبعا ابوها وامها ان هي تدخل. الحاج صلاح عايزك بره يابا. انا كنت معاها في الجامع امبارح، خير يا رب، وجاي كمان قبل صلاة الظهر اللي كده. اخرج يا راجل، شوف الراجل عاوزك ليه. هتفضل تقول هو جاي ليه جاي ليه؟ وبعدين الحاج صلاح ده راجل محترم، اكيد جاي لك في خير. اخرج له يا اخويا اخرج. طيب تمام، اعملوا الشاي وهاتوه على هناك. وفعلا مرزوق راح للصالة عشان يقعد مع صاحبه الحاج صلاح. اول لما قعد صلاح قال له: اسمع بقى يا مرزوق يا اخويا، في عريس كويس قوي جاي الهنية. بجد يا صلاح؟ بجد؟ اللهم صل على النبي. انا كنت متأكد ان ربنا هيستجيب لدعائي. ايوه بس انا عايز اعرفك ان العريس ده يبقى ممدوح هشام بتاع الدهانات. مين ده؟ اللي هو ساكن بعدينا بشارعين، يعني ظروفه كده فيها شوية لخبطة. ما تخش في الموضوع على طول يا صلاح يا اخويا، في ايه بالظبط؟ بصراحة كده هو مراته ميتة وعنده 4 بنات صغيرين، يعني لو هنية اتجوزته هتراعيه وهتراعي ال4 بنات دول. يا نهار ابيض، يعني يوم ما يجي للبنت عريس يجي لها عريس ارمل ومعاه بنات كمان؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اسمع بس لما اقولك يا مرزوق، والله ممدوح ده كويس جدا ومحترم، انا اشهد له بكده. طب انت عارف مراته ميتة بقالها 3 سنين، وهو شايل البنات في عينيه الاتنين، واحد غيره كرماهم لأم مراته. ايوه بس انا ليه ارمي بنتي في النار بالطريقة دي؟ يا عم ولا نار ولا حاجة. اقولك على حاجة، اسأل انت وابنك مجدي عليه، لو الدنيا تمام فتح بنتك في الموضوع، لو وافقت على المبدأ نجيبهم يقعدوا مع بعض سوا هنا، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. تمام يا اخويا تمام. ابتدى مرزوق فعلا يسأل على ممدوح، وكل الناس اجمعوا على انه هو راجل محترم، وكمان مش كبير في السن، يعني 42 سنة لسه برضه صغير، وهو برضه راجل ماديا مش سيء. وبعد ما اطمن من السؤال قرر انه يفتح بنته في الموضوع. وساعتها صباح قالت: يا لهوي يا مرزوق، دماغك راحت فين يا راجل؟ عايز تجوز البت الواحد ارمل وعنده 4 بنات؟ ايوه يا ماما، بس هو يعني راجل مش كبير، وبناته دول صغيرين، واللي عرفناه بقى ان البنات دول طيبين قوي، وكمان يتمى واخدين طبع امهم، اصلها كانت غلبانه وماتت يعني بالقلب. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمها يا ابني، انا ما قلتش حاجه، انا بتكلم على بنتي، اللي يخليني ارمي بنتي الرميه دي يا ناس. ايه يا هنيه يا بنتي، ما سمعناش صوتك يعني من بدري. ايه رايك في الكلام الليله دي كلها معموله علشانك؟ والله يابا الكلام اللي انت بتقوله عنه ده يفرحني، يعني راجل زي ده وما اهملش في بناته وصاينهم، يبقى اكيد هيصني. انت اتهبلتي بقى يا بت ولا انت بتتكلمي ازاي؟ انت فاهمه يعني ايه ارمل وعنده 4 بنات؟ دي مصيبه، وانت مش هتقدري على الهم ده 4 بنات في السن ده ابوكي بيقول الكبيره في سنه 5 واصغر واحده في سنه اولى ابتدائي، يعني البنات ورا بعض تقريبا. ايوه ياما، بس البيت بتاعه عباره عن دورين، اول دور المحل بتاعه، والدور التاني عايش فيه هو والبنات، والشقه كويسه مش صغيره، ومش هنتكلف جهاز ولا هنتكلم في اي حاجه، البيت جاهز. عندك حق والله يا ابني، موضوع الجهاز ده بقى يقطم الوسط. وانت يا اخويا فرحان بالجهاز وجوازة البنت اللي هتترمي في النار دي مش فارقه معاك في حاجه؟ انا مش موافقه يا مرزوق على الجوازه دي خالص. طب يقعدوا حتى مع بعض؟ انا موافقه يابا، حدد له ميعاد ويجي يقعد معايا، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ساعتها صباح بصت لبنتها بصه صعبه قوي، لكن باللي هي هتعمله ده هترمي نفسها في النار. ساعتها بقى بيبلغ مرزوق الحاج صلاح وبيقول له يجيب الحاج ممدوح ويجي. فعلا بعد يومين جه ممدوح علشان يشوف هنية. اول لما شافته صباح هي ومرزوق ومجدي اتصدموا، لانه كان شاب ووسيم وزي القمر ومش باين عليه سنه اصلا. ساعتها صباح قالت باحراج: ما تاخذنيش يعني يا استاذ ممدوح، انت مش باين عليك اصلا ان انت سنك حاجه و40 سنه. طب ما شاء الله، يعني عيني عليك بارده. ما انا عندنا الموضوع ده وراثه في العيله، ستات ورجاله، حتى امي الله يرحمها كانت ميته عندها اكتر من 85 سنه، واللي يشوفها ما كانش يديها اكتر من 50. ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه هو في ايه؟ احنا هنفضل نتكلم في الحاجات دي؟ خش في الموضوع على طول بقى. انا اهم حاجه عندي ان الست اللي هتبقى معايا تتقي ربنا فيا انا وبناتي، وبناتي هادين خالص ومحترمين جدا، والله بالرغم ان هم صغيرين في السن، بس الحمد لله ربنا هديهم ليا ومش بيعملوا شقاوه خالص، والانسه هنيه مش هتحس بوجودهم اصلا. ايوه يا استاذ ممدوح، بس انا برضو عايزه اطمن على بنتي، يعني 4 بنات دول حمل، طول ما هي مراتي وعلى ذمتي اوعدكم ان هي مش هتقول غير الكلام الطيب، واوعدكم ان هي مش هتشوف معايا غير كل طيب، واظن الاستاذ صلاح عارف كويس قوي انا على ايه. انت بسم الله ما شاء الله ما شفتش ولا هشوف زيك، لا في اخلاقك ولا في طيبتك ولا مراعيتك لاهل بيتك،
ولو انا عندي بنت والله لكنت اديتها لك وانا مطمن. طيب انا هدخل اجيب هنية من جوه عشان تقعد معاها، ولو حصل القبول نقرا الفاتحة ان شاء الله. فعلا دخل مرزوق ونده على بنته وقعدها مع ممدوح في مكان قريب منهم على كرسيين كده قريبين من بعض. وطبعا وقتها هنية كانت مكسوفة أول مرة تتحط في الموقف ده. ساعتها ممدوح قال لها بطيبة: أقولك على حاجة وهتصدقيني، أنا من أول ما دخلتي عليا كده حسيت إنك إنسانة طيبة. ما تقوليش بقى حسيت بيها إزاي، بس أنا إحساسي ما بيخيبش، ليكي طلة كده تدخل القلب على طول. متشكرة قوي يا أستاذ ممدوح. ماشي يا ستي، هنعديها المرة دي عشان الله أعلم القبول حصل ولا لأ. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ وانت ليه يعني ما اتجوزتش على طول بعد ام البنات ما توفت؟ يعني انت شاب وبسم الله ما شاء الله، ما فاكش اي عيب، فوق ده كله راجل محترم، ايه اللي يخليك ما ترتبطش لحد دلوقتي؟ اقول لك يا ستي، انا اول سنه بعد لما ماتت حنان الله يرحمها كنت واخد على وجودها في البيت، فما كنتش اقدر اعمل كده في اول سنه. بعد كده ابتديت ان انا اروح لكذا واحده، ايش ارمله ومره مطلقه، وكانوا كلهم مش بيوافقوا من قبل حتى ما يشوفوني. يعني بيقولوا اللي يخلينا نتجوز واحد ومعاه فرقه كوره يعني. معقوله في ناس بقله الذوق دي؟ ياه كتير. طب انت عارفه في مره كنت بعت واحد يعني يسال على واحده، رجع بيقول لي ابوها بيقولك الاربع بنات دول طيرهم وبعد كده فكر في الجواز. طب هو انا مخلف شويه كتاكيت هسربهم مثلا؟ يلا القصد. لحد بقى ما جالي الحاج صلاح وقال لي عليكي، وبصراحه انا قلقت. طب قلقت ليه بقى؟ يعني قلت اكيد هتبقى زي اللي قبلها وهتقول لي ان مش هينفع، خصوصا يعني ان هي ما اتجوزتش قبل كده. بص يا استاذ ممدوح، انا مش هقولك ان انا وافقت او رفضت، كل اللي هقوله لك ان انا هفكر في الموضوع وهعمل استخاره، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خلصت القعده اليوم ده، وبعدها هنية حست انها مرتاحه قوي، وكمان حست ان هي حابه توافق، لكن برضه ركنت احساسها على جنب وفكرت في الموضوع بشكل تاني، وعملت استخاره ولقت نفسها مرتاحه ووافقت على الجواز، وكمان وافقت على كل الكلام اللي طلبه منها ممدوح. وجي بقى وقت ممدوح ان يفتح بناته، فعلا راح واتكلم معاهم، وطبعا لصغر سنهم ما كانوش بيتكلموا كتير. وفي خلال شهرين اتجوز ممدوح هو وهنية، واللي لما اتجوزت ممدوح فعلا حست بالسعاده الكامله. يلا بقى يا هنية، عماله تجيبي في الاكل وانت ما اكلتيش معانا، يلا يا حبيبتي مش كده. معلش يا ممدوح، اصل مها مش بتحب البطاطس فدخلت اجيب لها اللوبيا اللي بتحبها، وكمان لميا مش بتحب الملوخيه فعملت لها الباميه اللي بتحبها. انا عاوزكم بقى تبطلوا دلع عشان ماما هنية، حرام كده كل يوم تطبخ كل الاصناف دي. ماما هنية مش بتتضايق مننا خالص، وبتقول لنا اطلبوا كل اللي انتوا عاوزينه وانا هعمله لكم، مش كده برضو يا ماما؟ كده يا عيون ماما. وبعدين اسمع بقى لما اقولك يا ممدوح، ما تتدخلش بيني وبين بناتي، فهمني؟ يا سلام، اطلع انا منها يعني. ماشي، يلا خلصوا غدا علشان منا عندها مذاكره كتير عشان الامتحانات قربت. كان نفسي يا حبيبتي ابقى بعرف اقرا واكتب، كنت ساعدتك في مذاكرتك، لكن يلا ملحوقه، بكره تكبري وتعلميني القرايه والكتابه. لا يا ماما هنيه، انا اللي هعلمها لك، انا اللي هبقى مهندسه ولازم اعلمك في البيت ده. يا سلام يا اختي، يعني انت هتبقي مهندسه وانا هبقى ماليش لازمه ولا ايه؟ ما انا كمان ان شاء الله بكره ابقى مدرسه قد الدنيا، وانا بقى اللي هعلمها لان ده هيبقى تخصصي. بس يا بنتي انت وهي ما حدش له دعوه بحبيبتي، انا عاوزها كده، ولا انت ايه رايك يا هنيه؟ لا يا ممدوح، انا فعلا عاوزه اتعلم، مش عاوزه تبقى حياتي كده مش فاهمه فيها اي حاجه، انا بعرف امضي اسمي بالعافيه. فضلت الحياه ماشيه بالجمال ده لحد ما كانت هنيه حست ان هي خلاص طالت حته من السما، لكن للاسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد ما كانت هنية قضت أجمل سنة مع ممدوح تحصل الكارثة، وممدوح يعمل حادثة كبيرة ويتوفى، وتلاقي هنية نفسها قدام بيت وولاد عاوزين يتربوا وملهمش حد في الدنيا غيرها. حزنت جدا على ممدوح اللي كانت حبته بجد، لأنه كان ونعم الراجل، واللي زي ده يزعل عليه بجد. وبعد انتهاء 3 أيام العزا كانوا ال4 بنات في حضن هنية، وقتها صباح قالت بحب: كبدي عليكم يا بنات، تعالوا يا حبايبي ادخلوا ناموا في اوضكم جوه، احنا مش هنسيب ماما هنية ابدا، مش كده يا ماما ولا انت هتسيبينا لوحدنا؟ عمري ما هسيبكم يا حبايبي، عمري، بس خشوا ناموا دلوقتي، انتوا من يوم ما موت بابا الله يرحمه وانتوا قاعدين كده، ما ينفعش يا حبايبي حتى بتناموا مكانكم، خشوا ارتاحوا في اوضتكم وانا هقعد هنا مع جدو مرزوق وتيتا صباح وجدو صلاح، يلا حبايبي. حاضر يا ماما، بس اوعدينا ان احنا هنصحى من النوم نلاقيكي، اوعي تمشي وتسيبينا زي بابا وماما. عمري ما هسيبكم يا حبايبي، انتوا ولادي وانا ماليش غيركم. وفعلا دخلت هنية البنات الأوضة بتاعتهم، وبعدها خرجت لأبوها وأمها وصلاح، وساعتها مرزوق قال: ناوي على إيه يا بنتي؟ الله يرحمك يا ممدوح، الله يرحمك يا حبيبي،
والله العظيم ما كان في زيه. عمري ما كنت اتخيل اصلا ان ربنا يكرمني، بس يلا قدر الله ما شاء فعل، هو ده نصيبي والحمد لله. يا بنتي ابوكي بيقول يعني ناوية على ايه؟ ناوية تكملي حياتك ازاي؟ انت لسه عندك 29 سنة، يعني ممكن. ماما، انا خدت نصيبي وخلاص. انا هفضل هنا مع البنات وافتح محل البويات تاني واشتغل واعمل كل حاجة عشان البنات دي تبقى احسن بنات في الدنيا. ابوهم عشت معاه سنة من اجمل سنين عمري، وعشان كده انا هعمل كل حاجة عشان ارد جميله في بناته، ويوم ما اقابله وانا مفرحاه باللي عملته مع بناته. انت بتتكلمي ازاي؟ انت اتجننتي؟ ده بدل ما تقولي اتجوز تاني واشوف حياتي وربنا يكرمني بعيل ولا 2، عاوزه تضيعي شبابك مع عيال جوزك. اسمعي لما اقولك، انت اخرك ال40 وبعدها اهلهم يتصرفوا ويشوفوا هيعملوا معاهم ايه. ولا 40 ولا 50 يابا، مفيش الكلام ده. انا هفضل مستنيه هنا مع البنات، وزي ما قلت لك هكمل حياتي معاهم. مش عايزه اي رجاله في حياتي خلاص. وبعدين اهلهم مين؟ هم ليهم اهل اصلا؟ ما انت عارف اللي فيها. العيال دي انا لو سبتهم هيتدمروا، وانا مش هسيبهم. والله يا بنتي بكره ربنا يعوضك ويكرمك اخر كرم، ده اللي عند ربنا ما بيروحش ابدا. ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج صلاح؟ ده بدل ما تعقلها هي ناقصه. بنتي مش مجنونه يا مرزوق، بنتي ست البنات كلهم. اللي انت شايفاه صح يا حبيبتي اعمليه. انتهى النقاش اليوم ده. كان مرزوق متضايق ان ازاي بنته اللي ما كملتش 29 سنه هتدفن نفسها بالطريقه دي. اتضايق هو وقتها من طريقتها، لكن قرر انه يسكت علشان ما يزودش الحزن عليها. اتكلم معاها كتير وقليل، لكن كان كل كلامها واحد: انا هفضل مع البنات دي وهكمل معاهم. وفعلا كملت معاهم وفتحت محل البويات واشتغلت فيه. لكن للأسف المحل ما كانش مكفي مصاريف البنات، لأنهم بيكبروا ومصاريفهم بتكبر ودروسهم ومدارسهم وكده. وقتها قررت ان هي تجيب فرشة خضار كمان قدام محل البويات. وفي يوم والبنات راجعين من المدرسة لقيوا فرشة الخضار قدام المحل. ساعتها منى قالت: ايه يا ماما ده؟ انت قاعدة بتعملي ايه هنا؟ ايه الخضار دي؟ اه والله انا قلت يعني اجيب شوية خضار كده احطهم قدام المحل، بس انا مش بجيب غير احسن خضار. اصل الناس اللي في المنطقة هنا بيصعبوا عليا قوي، علشان السوق برضو مش قريب، بعيد قوي. فانا قلت اجيب شوية خضار ابيعهم والناس هنا تستفيد. انا عارفة يا ماما ان احنا مصاريفنا كتير، بس والله العظيم حقك علينا غصب عننا. بس يا بنت انتي ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انت تصرفي وتنبسطي وتطلبوا كل اللي انتوا عاوزينه وملكوش دعوة بأي حاجة. اهم حاجة عندي هي الشهادات بتاعت اخر السنة واللي هتفرحني بيكوا. انا وعدك والله يا ماما ان انا لما ادخل سنة تانية هجيب مجموع كبير قوي عشان تفرحي بيا. لا خليها لسنة رابعة عشان اشوف الشهادة بتاعتك كده. يلا يا لولو اطلعوا، وانا 5 دقايق وهاجي وراكوا عشان اسخن لكم الغدا وتتغدوا. تمر الايام، ولان البنات سنهم بقى قريب من بعض فوصلت منى للثانويه العامه ومفيش سنتين واخواتها حصلوها. وطبعا المصاريف زادت قوي على هنيه. ساعتها قررت ان هي تكبر شغلها والخضار اللي بتبيعه تنضفه وتظبطه للموظفات اللي ساكنين في الشارع عندها، ويبقى على الاكل على طول. كانت طبعا بتسهر طول الليل تظبط الخضار ده، وكانت كمان بتعمل اكل البيت واي اكل يتطلب منها. لحد لما في يوم لميس قلقت على حوالي الساعه 3 بالليل، وقامت لقت هنيه في المطبخ عماله بقى بتطبخ في الخضار وتظبط في الاكل. وقتها قالت لها باستغراب: ايه يا ماما ده؟ انت بتعملي ايه دلوقتي؟ دي كلها نص ساعه والفجر يأذن. ابدا يا حبيبه ماما، بظبط بس شويه خضار كده علشان يخفوا من عليا الصبح. ساعتها لميس قربت منها وبست ايديها وقالت: والله لو امنا كانت عايشه ما كانتش هتعمل معانا اللي انت بتعمليه ده. انت مش بني ادمه، انت اكيد مالك يا ماما. ليه تتعبي نفسك كده؟ اولا بلاش تحسسيني ان انا مش امك، انا امك، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى الام بتعمل كل حاجه عشان ولادها يعيشوا مرتاحين. تالت حاجه ودي الاهم، مكافئتي هتبقى يوم النتيجه، لما كل واحده فيكم تجيب الدرجات العاليه اللي انا اتمناها. وقتها تعبي كله هحسه انه جيب بفايده. ان شاء الله يا ماما باذن الله زي ما وعدتك كليه هندسه، بس الكلام ده بعد سنتين. اللي عليها تنفيذ الوعد السنه دي هي منا، بس ادعي لها بقى. يا رب يا حبيبتي ربنا يكرمها يا رب كده، انا حاطه ايدي على قلبي. وفعلا امتحنت منا وجي بقى يوم النتيجه ونجحت بتفوق ودخلت كليه التربيه. وبعدها بسنتين لميس هي كمان نجحت بتفوق ودخلت كليه الهندسه. وكانت في الوقت ده مها في 3 ثانوي ولمياء في 2 ثانوي، وهم كمان واحده دخلت كليه طب والتانيه دخلت كليه صيدله. وطبعا في الوقت ده كانت ام صباح وابوها توفوا، واللي كان بيجي لها دايما ويسال عليها هو اخوها مجدي. وفي يوم وهو قاعد معاها في محل البويات قال: والله انتي ما تعرفيش انا بفتخر بيكي ازاي يا هنيه. عارفه لما بتخانق انا وامل مراتي اقول لها واغيظها: شفتي هنيه عامله ازاي؟ صحيح ستات بجد. وهي تقعد تتنطط قدامي كده:
لا لا يا مجدي، حرام عليك، اوعى تغيظها، جنتها ونارها، خليك انت الجنة وسيب النار. الست مننا لو لقت الحب والحنان هتضحي بعمرها كله عشان خاطر لحظة تبقى فيها جنب راجل محترم. سيدي يا سيدي، بختك يا حاج ممدوح، الله يرحمه بقى. والله الراجل ده انا حاسس ان هو كان فيه شيء كبير قوي لله عشان ربنا يكرمه بالطريقة دي. فضلتي مع بناته لحد لما كل واحدة فيهم خدت الشهادة العالية، ودلوقتي منا بيجيلها العرسان. اسكت يا مجدي، ده انا حاطه ايدي على قلبي يا اخويا. نزلت كده قلت اسال على اسعار الحاجات اللي بتتجاب في الجهاز، ولقيت اسعار غاليه قوي. قلت يا نهار ابيض، ده انا مع الشغل اللي بشتغله ده كله والمحل بتاع ابوهم وكمان معاش ابوك الله يرحمه ويا دوب مكفين اكل وشرب، ما بالك بقى الحكايه لو دخلت في الجهاز والجواز، هروح فين ولا هعمل ايه؟ اللي سترها معاك السنين اللي فاتت دي كلها قادر يكملها عليكي بالستر. انا متاكد. اعتمدي على الله وهو سبحانه وتعالى اللي بيجوز وبيوفق، وما تحمليش انت هم الحاجات دي خالص. عمري ما حملت لها هم، طول عمري وانا توكلي على ربنا هو اللي بيدبرها، ونعم بالله. روح مجدي اليوم ده وكانت امل جهزت السفره وقعدت هي وولادها احمد ومحمد، وساعتها قالت طمني اختك عامله ايه؟ بخير والله، بتقول على جهاز البنات وكده، وبتقول ان الحاجات غاليه قوي، وانا قعدت اقول لها ما تحمليش هم ربك بيدبرها. وبعدين هي حامله هم ليه؟ منا بكره تشتغل وتقدر تجهز نفسها، وحتى من غير جهاز اللي هيتجوزها مش محتاج منها حاجه. والله واضح فعلا ان هو مش محتاج، ومسافر بره وظروفه تمام، وبيجي هنا كل سنه يخلص حاجه في الشقه، مش كده برضو يا احمد؟ ها، اصل يا بابا يعني. والله يا ابني لو البنت عجباك وفي دماغك نروح نخطبها، عمتك تتمنى. بيضلك في القفص يا عم، عقبال انا كمان. ماشي يا هندسه، ما الهندسه برضو صعبه. ايه ده؟ بس اخوك مخلص تجاره، هندسه ايه؟ لا لا ما تاخديش في بالك، انا كده فهمت الحكايه كلها. لكن انا هاخد احمد ونروح نطلب منا من هنيه، وبعدها نبقى نشوف موضوع الاستاذ محمد. وفي جامعه القاهره وبالتحديد امام مبنى كليه التربيه كانت واقفه منا هي واحمد، واللي ساعتها كان بيقول لها بفرحه اخيرا هطلب ايدك بقى من عمتي. انا كلمتهم في البيت امبارح، هتخلصي اخر سنه وبعدها اخدك ونسافر على بره على طول وتشتغلي مدرسه ايه مين دي اللي هتسافر بره؟ انت. هو احنا بعد ما نتجوز مش هتسافري معايا ولا ايه؟ اسمعني لما اقولك يا احمد، انا بحترمك وبقدرك، وانت لما جيت وكلمتني انك معجب بيا احترمت فيك ان انت يعني مش زي شباب اليومين دول، وقلت لي انا قدامي 3 سنين اكون فيهم نفسي، وقد كان. ولكن موضوع ان انا اسافر بره ده مش بعد ده كله، وبعد اللي عملته معانا ماما هنيه اسيبها واسافر؟ انا مش هسيبها هنا، ولو عايز تتجوزني وتكمل معايا يبقى هنتجوز هنا ونعيش هنا. هنا فين يا منى؟ انت عارفه فرص العمل هنا مش حلوه، وهناك الفرص كويسه جدا، وبعدين فرق العمله مش صغير، وهي عمتي بعد الجواز يعني هتعوز منك ايه؟ احنا بنات يا احمد مش صبيان، يعني كلنا هنفترق من حواليها، وانا مش هقبل ابدا ان بعد ما عملت معانا كل ده ان احنا نسيبها وكل واحده بقى تتجوز وتعيش حياتها وننسى الست اللي ربتنا وكبرتنا. انت ما تعرفش هي عملت ايه علشان نوصل للي احنا فيه ده. انا لو ناجحه ولا لو ربنا كرمني فعلشان خاطر وجود الست دي في حياتي، وانا عمري ما هبخس حقها ابدا. واضح ان عمتي فعلا عارفه تربي. طيب هقولك على حاجه كويسه، انا هتقدم لك واخطبك ونتجوز، وبعدها سيبيني اسافر 5 أو 6 سنين، وبعدها اعمل مشروع هنا. قلتي ايه؟ انا قلت موافقه. وبيتقدم احمد فعلا رسمي لمنى، وكانت هنيه فرحانه جدا لانها اخيرا اطمنت على اول واحده، وكمان لان مجدي اخوها قال لها ان هو مش عايز منها اي حاجه، واحمد مجهز شقته من الالف للياء، وعملوا خطوبه ظريفه في البيت عند هنيه. وساعتها قعد محمد جنب لميس وقال لها عقبالنا لميس يا رب. قلت لك مفيش خطوبه ولا جواز غير بعد لما اخلص الكليه. الكليه صعبه قوي، وانت عارف هندسه يعني لازم اجيب فيها مجموع واحقق فيها ذاتي علشان كمان ماما هنيه. يا لميس انا جاهز من كل حاجه، وبعدين انا بيني وبين اخويا سنتين، يعني ايه اللي يخلينا نستنى ده كله يا بنتي؟ احنا نتخطب دلوقتي وانا مستعده استناكي السنتين دول. مستحيل يا محمد، وبعدين انا مش عايزه اي حاجه تشغلني عن دراستي. لو انت بقى عاوزني فتستناني، اما لو زهقاني بقى براحتك يا ابن الناس. حاضر، هستنى وامر لله. تمر الايام وبتتجوز فعلا منى هي واحمد، وبالصدفه هنيه بتعرف ان هي رافضه تسافر عشان خاطرها. هي وقتها راحت لها البيت واخدت لها زياره معاها، وقالت لها انا زعلانه منك قوي يا منى، ازاي يا بنتي ترفضي انك تسافري مع جوزك؟ البلد حلوه وتتفسحي وتشوفي الدنيا فيها. انتي وريتينا كل حاجه حلوه يا ماما في الدنيا، انا مش هسيب هنا ولا هسيبك، وهفضل جنبك لحد اخر يوم في عمري، ولو سافرتي باخدك معايا.
تاخديني معاكي فين؟ ده لسه اخواتك كلهم في الكليات. لميس فاضل لها سنة واحدة، لكن برضو لسه مها في رابعة، وكمان لمياء لسه في تالتة. ما اقدرش يا بنت اسيبهم، وانا كمان مش هسيبك ابدا. وبعدين انا مش عاوزة اتغرب يا ماما، واحمد قال ان هو هيقعد 4-5 سنين ونحوش ونعمل مشروع، وبعدين انا كمان بشتغل هنا وما اقدرش اسيب شغلي. ماشي يا بنتي، ربنا يصلح لك حالك يا رب. بتعدي كمان كام سنة وبتتجوز لميس هي ومحمد، وكمان مها بيتقدم لها شاب ممتاز وهو هاني، ولمياء بتتجوز سعيد وبيفضل بيت على هنية. لما رجعت من فرح لمياء قعدت وحطت ايديها على خدها، فضلت تبص على صور ممدوح وتقوله: شفت بناتنا بقوا حلوين ازاي يا ممدوح؟ يا رب تكون مبسوط يا حبيبي. عملت كل ده عشان يوم لما قابل وجه رب كريم يبقى عندي عمل كبير قوي يدخلني الجنة. بس والله بناتك دول بحبهم اكتر من بناتي، بس دوام الحال من المحال. فضل بيت عليا، لكن انا تميت رسالتي معاهم، جهزتهم وجوزتهم، وقبل ده كله علمتهم احسن تعليم. كلهم متعلمين تعليم عالي، منا مدرسة ولها ما شاء الله الشغل بتاعها الكبير، وكمان لميس مهندسة قد الدنيا، ومها دكتورة. اي نعم هي ما استنتش لحد لما تخلص واتجوزت وهي في سنة 6 طب، بس مش مشكلة. ولولو الصغيرة بقت دكتورة صيدلانية، وبقوا زي ما انت عايز يا حبيبي. نام وارتاح في الجنة ونعيمها يا رب. لكن في وسط ما هي سرحانة اتفاجئت بخبط جامد على الباب. فتحت ولقت قدامها لميس ومنة في الوقت ده كان معاها ممدوح الصغير، ولميس كان معاها احمد ولادهم الصغيرين. وقتها هنية قالت باستغراب: ايه ده، في ايه؟ اتروحتوا من الفرح وجيتوا على هنا ولا ايه؟ غيرتوا امتى ولا عملتوا ايه؟ اسمعي بقى يا ماما لما اقولك، احنا بصراحة كده لقينا ان احنا ما نقدرش نستغنى عنك، عشان كده كل واحدة فينا هتيجي تقرفك اسبوع. وحتى البت لولو اللي لسه متجوزة دي هتخلص شهر العسل بتاعها، والشهر هيتقسم عليها زينا زيها. انا اسبوع ولميس اسبوع ومها اسبوع ولمياء اسبوع. والله يا ماما احنا نفسنا ما نسيبكيش ابدا، بس انت عارفة بقى. لكن انا عن نفسي انا هبقى معسكرة عندك هنا على طول. لا يا حبايبي ما تتعبوش نفسكوا خالص، كل واحدة تعيش حياتها. انا عارفة ان اليوم ده هيجي، وبعدين هو انا فاضية؟ ما انا من المحل للبيت كده يعني. مستحيل، احنا كل واحدة هتيجي تقعد معاكي هنا اسبوع، وبالمرة نغير جو. امال احنا اتجوزنا جنبك ليه؟ ولا انت بقى زهقتي مننا؟ عمري ما ازهق منكوا ابدا يا حبايبي. اتملى البيت من تاني على هنية، واللي كانت فرحانة قوي بوجودها في وسط بناتها واحفادها كمان، وكان دايما معاها البنات في البيت، لان هم كانوا مقسمين نفسهم ان كل واحدة تيجي بولادها وبجوزها اسبوع. وفي بيت مها كانت في الوقت ده في السنة اللي قبل الأخيرة في الكلية. ساعتها الدكتور هاني جوزها قال لها: بقولك يا مها حبيبتي، أنا من رأيي بقى إنك تسيبي الحبوب دي علشان ربنا يكرمنا. يعني لو فضلتي بالطريقة دي ممكن تعمل عندك مشاكل. أنا دكتور نسا وعارف أنا بقولك إيه. أيوة يا هاني، بس أنت عارف السنتين دول أهم سنتين في عمري كله، لازم أشتغل فيهم كويس قوي علشان أحافظ على التقديرات اللي أنا جبتها في السنين اللي فاتت. أنا معاكي ومش بسيبك، وبعدين ما احنا الاتنين نفس التخصص، لكن انت دلوقتي بقالك سنتين بتاخدي الحبوب دي، وانا بقولك ممكن تعمل اثار جانبيه انت في غنى عنها. لا معلش، انا هكمل فيها لحد لما اخد الترم الاول، يعني هبقى حتى في اخر السنه. لا بقى، دي ما بقتش عيشه. انا من حقي ان انا لما اتجوز يكون لي ذريه، وانت بالطريقه دي هتحرميني منها. وانت عارف لما اتجوزتني ان احنا هنفضل مع بعض 4 سنين مأجلين موضوع الخلفه لحد لما اطمن على نفسي واطمن على اللي انا عملته السنين اللي فاتت. ولا انت بقى عشان خلاص اطمنت على نفسك وضمنت ان انت بقيت دكتور؟ يا ريتني يا شيخه ما اتجوزت دكتوره. ده ايه ده بقى؟ دي بقت عيشه تقرف. ساعتها مها زعلت قوي من طريقه جوزها معاها، واخدت بعضها ورجعت على بيت امها، وهي طبعا زعلانه جدا. وفي الوقت ده كان اسبوع لميس، واول لما هنيه قعدت معاها وسمعت كل حاجه قالت لها: انت غلطانه يا مها، الراجل من حقه انه يبقى له ذريه وهو عارف اضرار الحبوب اللي انت بتاخديها دي. ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا ماما؟ هو واخدها وعارف انها هتفضل 4 سنين ما تخلفش، يعني هما متفقين. يا بنتي هما هيشدوا خط سكه حديد، ده بيت وعيله وموده ورحمه. وانت يا مها طاطي الريح شويه، جوزك راجل محترم ودكتور كبير، واكيد لما قالك كده كان عارف هو بيقول ايه. سيب الحبوب ولما يجي العيال انا عنايا الاتنين ليكي وهربيهم معاكي. واليوم ده هاني جه علشان يعتذر لمها، وساعتها هانية قالت له بعتاب: ما كانش العشم يا دكتور هاني ترجع لي بنتي وهي دموعها على خدها كده. حقك عليا يا طنط، انا والله العظيم خايف عليها، الحبوب دي اثرها الجانبيه وحشه جدا، وانا فهمتها على كل حاجه، وهي خلاص مش هتاخدها تاني. بس بعد كده يا ريت بلاش تزعلها. انا عمري ما هزعلها تاني اوعدك، علشان خاطر عيونك انتي ما تعرفيش يا طنط هنيه انتي عندي ايه. بتمر الايام والبنات بيستقروا جدا في حياتهم
البنتين الكبار اتجوزوا ولاد مجدي، وحتى البنتين الصغيرين اتجوزوا رجاله محترمين جدا، اللي اتجوزت دكتور واللي اتجوزت مهندس، وكانوا مش بيسيبوا هنيه خالص لحد بقى لما قرروا ان هي ما تشتغلش. يومها راحوا لها وكانوا مجهزين لها اكتر من مفاجاه. اسمعي بقى يا ماما لما اقولك كفايه عليكي شغل لحد كده. ازاي يعني؟ امال هصرف منين؟ يا ماما احنا دلوقتي كلنا بنشتغل، واحنا عملنا لك مرتب شهري كويس قوي، والمحل هنشوف واحد يقف فيه، ومش بس كده اشتركنا وناويين نطلعك عمره اخر الشهر. بجد بجد هطلع عمره وازور بيت ربنا؟ ايوه حبيبتي، دي اقل حاجه نقدر نقدمها لك. ساعتها هنيه فضلت تعيط كتير قوي، طبطبوا عليها البنات واخدوها في حضنهم. وقتها احمد قال: خلاص بقى يا عمتي كفايه دموع، هو انت تزعلي تعيطي تفرحي تعيطي؟ لازم يعني تنكدي علينا؟ لا يا احمد، دي دموع الفرحه يا حبيبي. الحمد لله تعبي كله جه فايده، الف حمد وشكر ليك يا رب. وفعلا راحت هنيه وعملت العمره، وكمان عملت عمره الممدوح، وفضلت تدعي له كتير قوي. وبكده تكون خلصت حكايتنا اللي كانت فيها أكبر مثال للتضحية، الست اللي بتضحي بجد، لكن المرة دي مش بتضحي علشان ولادها، لا دي ضحت علشان ولاد غيرها، لكن ربنا جزاها خير عن كل اللي هي عملته وكافئها أحسن مكافأة. ربنا كرمها في البنات، وكرمها كمان بعد كل ده وبعد كل التعب اللي شافته، وتعوض لها ستر وهنا وصحة. يا رب تكون القصة عجبتكم، ونشوفكم في قصة جديدة. لو وصلتوا معايا لنهاية القصة ياريت ما تنسوش تحطوا لنا لايك للقصة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل علشان يوصلكوا كل جديد. أشكركم وأشوفكم في قصة جديدة، والسلام عليكم.